فبالتالي المدرسة مش قريبة مني، المدرسة مش قريبة مني زي ما كانت بالنسبة لهم. this للقريب، هي بالنسبة لي أنا بعيد المدرسة، هننزل نخليها that كمان، أصبح عندي هنا 2 that ورا بعض. that طيب ماشي، فعل القول إيه؟ ماضي، يبقى لما أنزل بكلمة is أخليها was. هتقول لي ليه was؟ لأن فعل القول أصلا ماضي. that was my school، مدرستي أنا ولا مدرسته هو؟ مدرسة ياسر، لا his school. his school مدرسته، بأن هذه كانت مدرسته. يبقى ياسر told أيمن that was his school، بأن هذه كانت مدرسته هو، مش مدرستي أنا، مش مدرستي أنا. عندي كمان مثال تاني، آخر مثال. المثال بيقول أهو I was sad yesterday، أنا كنت حزينة أمس. نورة said to نهى، نورة said to نهى. طيب ماشي، المفروض دول كانوا قدام الأقواس هناك، ايه اللي جابهم ورا؟ عادي انا اتعامل معاهم خالص كأنهم ايه؟ كأنهم هناك اهو. هنخليهم من هنا، هنبدأ كلامنا من أول هنا، يبقى هنقول نورة وكلمة said to نخليها told. نورة told، نورة أخبرت مين؟ نهى. نورة أخبرت نهى، نورة أخبرت نهى. ونبدأ نفك الأقواس عادي خالص. that هي كانت تتكلم عن نفسها I، بس أنا هقول عليها she. that she فعل القول ما ننساش إن هو ماضي هنا، فأي حاجة هنا خليها ماضي، أي حاجة هنا خليها ماضي. طب خلاص هو مديني was ماضي أصلا، مرتاحة خالص اهي. she was sad، هي كانت مريضة، حزينة، هي كانت حزينة. في ناس بنخليها yesterday، في ناس بنخليها yesterday، في ناس بتخليها the day before. الترين يمشي والله مفيش مشاكل، بكل بساطة نخليها yesterday، لأن احنا كده خلصنا خلاص، مفيش أي حاجة تانية ممكن تتقال في الكلام الغير مباشر مع الجملة الخبرية. لكن اللي أقدر أقوله لكم إن في ناس كتير وملخصات كتير وكتب خارجية بتلعب في حكاية التحويل ما بين الأزمنة، وإن كلمة yesterday بتتحول the day before ومش عارف، وكلمة this بتتحول لذات، وشوية حاجات كده تتحفظ كلها بسيطة. ما دام إحنا فهمنا اللي عدى ده كله، كل اللي بالنسبة لي اللي جاي سهل، لأن إحنا في الأول في الآخر دي سلسلة تبسيط، وبكده نكون إحنا خلصنا كلامنا عن المباشر غير مباشر. واتمنى انكم انتوا فهمتوا واستمتعتوا، واتمنى دايما تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى لكم كل التوفيق. وكان معاكم مستر ياسر السمان.